السلام عليكم. بدايةً حسب اللي أنا شفته إنه هذا أول كورس عراقي يعلمك أساسيات الجرافيك ديزاين وبدايةً بالفوتوشوب، وإن شاء الله بعدها ننتقل للإلستريتور، ونشوف الوقت إذا يسمح لنا ننتقل إلى غير برامج تخص الأدوبي الجرافيك ديزاين. هذا أول كورس عراقي حسب اللي أنا شفته اللي يصنع من إنسان مبتدئ توه فتح برنامج الفوتوشوب، وينقله نقلة نوعية يخليه يصير إنسان محترف يطلع بتصاميم حلوة ممكن يستفاد منها، ممكن تكون باب رزق له. فما أطول عليكم بالحديث. من تفتح برنامج الفوتوشوب عندك راح تشوف هاي القائمة الفوق. أنا بهذا الكورس راح أركز على إنه أنطيك الشغلات اللي تحتاجهن كمبتدئ، بعدها راح يصير كورس ننتقل بيه إلى المستوى المتوسط وبعدها للمستوى الاحترافي. طبعًا فتحت البرنامج طلعت لك هاي القائمة فوق. أنت اليوم كمبتدئ لازم تعرف شلون تنشئ صورة جديدة أو تنشئ مثل ما نقول ملف جديد، فتجي تروح على قائمة فايل، تروح على نيو أو تدوس كنترول وياها حرف N، تبقى ضاغط الكنترول وتدوس N. بعد ما فتحت لك هاي القائمة راح تطلع لك هواي أحجام هواي أمور. هنا فوتو، أحجام للصور، هنا البرنت اللي هي أحجام الورق اللي هي ال A4، والباقي الأحجام ال A5 ال A3. الآرت والإلستريشن هاي لجماعة اللمس، يعني أكثر شي يحتاج التاتش اللي يرسمون على الفوتوشوب. هاي الويب للمواقع، وهاي الموبايل حسب نوع الموبايل أحجام، وهاي الفيلم والفيديو. انت هسه تعال لي على مثلا اجيت انا على هذا الكوستم، يعني انه انت مثل ما نقول مخير ان الحجم اللي تخليه. انا اريد اسوي مثلا صورة مربعة، اجي اخلي الطول والعرض 1000 بألف، والوحدة هنا البكسل، والريزولوشن خليه 72 مثل ما هو. والالوان اذا انت تشتغل على الشاشة تخليهن RGB إذا دا تعرض على الشاشة، وإذا دا تعرض على العفو إذا التصميم كان طباعي ملزمة كارت، يعني التصاميم الطباعية لوحة إعلانية تنطبع رايحة للمطبعة تخلي CMYK. وهاي بعدين إن شاء الله راح نحكي بيه هذا الموضوع بالتفصيل، بس أنت هسه اللي تعرفه إنه أنت إذا التصميم مالتك على الشاشة خليه RGB اللي هي ريد جرين بلو، ألوان الشاشة الليدات مال الشاشة، وسوي كرييت. تمام، فتحت لك هاي القائمة. أول شي أنا راح أتطرق له بالكورس إنه الورك سبيس. الورك سبيس أنت لما راح تفتح البرنامج راح تطلع لك هيك قائمة، راح تدوخ تقول أنا وين أروح، شكو وين منو أني. فأخوي تعال بالبداية سوي لي نيو ورك سبيس خاصة بيك. أنا سويت هاي، راح أسوي لكم واحدة جديدة. تجي فوق هنا تدوس أو نيو ورك سبيس. هسه الشغلات اللي ما تحتاجهن راح نشيلهن، الشغلات اللي تحتاجهن انت كمبتدئ راح نخليهن إلك. مثلا انت هذا المكتبة هاي حاليا انت ما تحتاجها. الادجستمنت حاليا يعني حاليا ما تحتاجها انت كمبتدئ، كذلك شيلها. تمام، عندك قائمة اللايرز هاي كلش مهمة، انت بحاجة إلها، فتضغط عليها وارفعها هيجي. تمام، الشانلز انت حاليا ما تحتاجها كمبتدئ. الباث انت حاليا ما تحتاجها كمبتدئ. ركز على كلامي، كمبتدئ انت ما تحتاجها، بس بعدين من تتقدم بالمستوى انت لا، راح تكون ما تستغني عن هواي قوائم من اللي حذفناه. انت هسه تحتاج عندك مثلا الهيستوري، كذلك انت ما تحتاجها، لأن راح أعلمك اختصار يخليك ترجع خطوة لي ورا بعد ما تسوي شي مثلا وما تريده، ترجع خطوة لي ورا أو حسب انت اللي تريده أكثر من خطوة. فبالاختصار بالكيبورد لا تحاول انه تشتغل من الهيستوري اللي هنا. سوي لها كلوز. هاي البروبرتيز انت يعني تحتاجها وما تحتاجها، بس
نحذف هذا احتاجيناها، راح اعلمكم شلون منين تطلعوها. تحتاج انت هسه السويتش والكولر واللايرز. مثلا اجيت انت حذفت اللايرز بالغلط، راحت اللايرز. انت شو راح تقول؟ هذا برنامج تعبان واني ما تعلمت تصميم، خيولي. لا حبيبي، تعال لي على قائمة ويندو، انزل هنا دور على كلمة لايرز، اضغط عليها، رجعت نزلت لك. تمام، موضوع بسيط. شنو قائمة اللايرز؟ انت اليوم لما فتحت صورة، راح افصل لك اياها. انت اليوم من فتحت صورة، عندك هاي الخلفية البيضاء الباك جراوند هنا، هاي الباك جراوند نازلة هنا عندك بلاير خاص بيها. اجيت مثلا انت اليوم تضيف مثلا صورة من وين، مثلا اجيت ضفت هاي الصورة. تمام، ضفت هنا صورة، نزلت لك بطبقة جديدة، layers جديد. منها تقدر تخفيه، تدوس على هاي العين خفيته، رجعته. هاي الباك جراوند، باك جراوند ما تأثرت، تقدر تخفي الباك جراوند، تبقي بس هاي الصورة اللي ضفتها بالجديد. شلون تضيف صورة؟ طبعا الصورة تضيفها اما تروح للصورة وين انت خازنها، تسحبها بيدك مثل ما هسه سحبتها قدامكم، او تروح على كلمة فايل وتدوس اوبن وتفتح الصورة اللي تريدها. تمام، اوبن وتفتح الصورة، مثلا هاي الصورة سحبتها او فتحتها. او مثلا اذا تريد هاي الصورة هسه انتو شوفوا هي فتحت كأنما يعني بصورة ثانية، يعني شلون نقول بروجكت ثاني. اذا تريد تنقلها تجي هنا الباك جراوند، تضغط على القفل هذا تفتحه وتاخذ الصورة تسحبها، تدوس كليك يسار تسحبها، تجي هنا يعني شوفوا تاخذها بالماوس وتبقى مأشر الماوس على البروجكت الأول وتبقى ضاغط الكليك يسار تسحب. نزلتها، بس بما انه احنا الحجم ما مساوي يعني يعني هذا مثل ما نقول مثال بسيط. اجيت هنا خليت الصورة هاي هنا اعيدها. فعلوا هذا الخيار الشو ترانسفورم هذا حتى تقدر تكبر وتصغر الصورة. انتم لما تفتحون البرنامج ما راح تلقون متفعل، فانت هذا فعله حتى تقدر تكبر وتصغر. او ما تريد تفعله انت، تدوس كنترول وياها تي، هيجي طلعت لك مال التكبير التصغير. اذا تدوس الت وتصغر راح تصغر من السنتر. خل نخفي هسه، شوف احنا صارت عندنا هواي لايرات، راح اجي اخفي هذا اللي فوق. زين، سؤالكم ليش هاي الصورة المكتوب عليها لوست صارت فوق هاي؟ يعني ليش مو هاي صارت فوق هاي؟ احنا مو جبنا الصورة الثانية جبناها وبعدين يعني جبناها ورا الصورة الأولى، ليش ما صارت فوقها؟ هذا يرجع اللايرز. هذا اللايرز مال اللوست صاير فوق اللاير مال الصورة اللي جبناها الثانية، هاي المكتوب عليها كورس عراقي. فبكل بساطة تقدر تنزل، صارت هاي فوقها، تقدر تصعد، رجعت لنفس الموضوع. راح اخفي هذا هسه اني اللايرز الاول، واجي هنا أنا اريد مثلا اكبر اصغر، ادوس كنترول تي، اريد اكبر من السنتر. هسه احنا من نكبر ونصغر شوفوا شلون تكبر وتصغر. انا اريد اكبر باحجام متساوية من كل الجهات، ابقى ضاغط على الالت واصغر، او ابقى ضاغط على الالت واكبر. تمام، او اضغط على الشيفت راح اكبر بحجم ما متساوي، شوفوا بس المكان اللي انا لازمه هيك. او مثلا وهاي بعدين هاي كل شيء له استخداماته، يعني ماكو فد شيء هم خلوه عبثا. شلون نرجع للهيستوري؟ انا هسه كبرت هاي الصورة خربتها، خو ما اجي مثلا ارجع اعدلها شلون كانت، فهي راحت انتهت. شوف حتى الدقة مالتها تعبت.
ادوس كنترول زد رجعت هيك، ادوس بعد كنترول زد، بعد كنترول زد ارجع للهيستوري. بس انا هسه موقف الهيستوري مسويها بس 5 محاولات. لا اوكي فاتحها. فبقيت اضغط كنترول زد، كل كنترول زد ارجع خطوة. هسه انا رجعت الصورة مثل ما كانت. كل ما تضغط اكثر كل ما ترجع بعد خطوات. انا احب اخلي هذا الشورت ترانسفورم، ما استغنى عنه. طبعا لا ننسى انه بالادوات هاي مبينة هي مال تحريك موف تول. او مثلا خلينا نطبق على هاي الصورة الثانية شلون نحذف اللاير. اما نضغط نحدد عليه ونضغط ديليت من الكيبورد، اما نسحبه وناخذه لهاي سلة المهملات. راح ارجع اطلع هذا اللايرز الفوق، خليه مثلا بالنص واضغط الت. ليش؟ حتى اكبر من السنتر واكبر. ضبطت عندي هاي الصورة. زين، مثلا انا هاي الصورة عندي هواي بيها تحريكات، تمام، واريد اصغرها واكبرها وما اريد، يعني هسه صغرتها كبرتها الدقة مالتها نحسها تعبت. فبكل بساطة تجي على اللايرز مال الصورة اللي اذا تريد تصغرها وتكبرها، تمام، وتضغط كليك يمنه وتقول له convert to smart object. هنا هذا حيحولها الى layers الى smart object. بعدين اشرح لكم عليه، بس هسه انت دا انطيك انا الاساسيات اللي تحتاجها. مثلا هسه نجي شوي ننتقل للادوات. مثلا انا اريد اسوي فد خط ابيض جاي مثلا من هنا واصل هيك للسيارة، يعني هيك فد خط للجمالية. عندك هواي طرق. اما تجي من اداة التحديد، انا ليش اختاريت اداة التحديد؟ حتى اشرح لكم على اكثر من اداة وياها. انا اقدر مثلا من الريكتانجل اسوي لك مربع ابيض وخلاص، بس انا جيت من اداة التحديد حتى اشرح لك اكثر من اداة، واشرح لك اكثر من تقنية باللايرز، بقائمة اللايرز. اجي هنا اسوي مثلا هيك خط حلو، حددت، سويت هنا تحديد. اجي هنا عندي اداة البراش تول اللي هي الفرشة بالعراقي. اجيت هنا. زين، اجي هنا هسه الون رأسا. لو شو اسوي؟ لا حبيبي، تجي تسوي لايرز جديد تلون بيه. سويت لايرز جديد، اختار مثلا منها اللون الابيض. تجي هنا قائمة الالوان تضغط عليها اللون الابيض، او وانت فاتح القائمة تعال هنا لاي مكان. مثلا انت تريد هذا اللون، تريد لون هذا اللايت، تريد لون هذا الابيض، وتجي تصغر او تدوس كليك يمنه منها تصغر او تكبر. نصغرها منها، او تقدر تصغر وتكبر في حرف الدال واللي بصفه من الكيبورد، بصفه على اليسار، على اليسار. اوكي، اجيت هنا لونت. شوف انا دا الون بس على التحديد، بس على هذا التحديد. تدوس هسه كنترول دي ويا حرف دي، كنترول بقيت دايس كنترول اني، دوس حرف دي لغيت التحديد، صار عندي هذا الخط الابيض. زين، هذا الخط الابيض يعني هيك هسه يعني ما اقدر احركه، ما اقدر اسوي له شيء. لا حبيبي، ما طول انت خليته بلايرز واحده جديد حتقدر تحركه، حتقدر تكبره، حتقدر تحركه، حتقدر تجي لللايرز مالته وتاخذه هنا تسحبه بايدك، تاخذ الهاي مال الكريت لاير نسخه. بعد ما نسخته تقدر تحرك اللي نسخته، شوفوا. او تقدر تضغط كنترول حرف جي نسخه بدون ما تشتغل الشغل اليدوي، تقدر تكبر وتصغر. اما هسه انا راح احذفهن ديليت. اما انا لو كاتب بدون ما اسوي لايرز جديد، لو العفو خاط بالفرشة بدون ما اسوي لايرز جديد، ايش حيصير عندي؟ من اجي اريد احركه حتتحرك الصورة كلها، راح افقد التحكم به. طبعا
الدرس هنا صار ربع ساعة، أنا ما راح أخلي الدرس أكثر من ربع ساعة، فيكون 15 دقيقة شرح وآخر 30 ثانية خاتمة. لهنا أنا علمتك بعض الأساسيات أو واجهة تعريفية عن البرنامج، فابقوا تابعوا وياي، أنا إن شاء الله حنزل لكم الدروس تباعا بالشغلات اللي تفيدكم، وإن شاء الله تنتقلون لمستوى محترف تطلعون بتصاميم مثل اللي حتطلع لكم بالشاشة.